نشوي الباذنجان مع الخضار من أطيب المقبلات اللي حضرتها بهالفترة. فينا نقدمها مع المشاوي أو السمك أو حتى نعتمدها كطبق رئيسي على العشاء. ولتحضيرها بنحتاج لفلفل بارد وبندورة وبصل وثوم وفلفل حراق ممكن نستغني عنه. تبلتها ببخة من زيت الزيتون ورشة من الملح والفلفل الأسود. بشويهم بالقلاية الهوائية باستخدام خاصية خضار وبتركهم ليستووا. ولحتى نميز الصحن بطعم الشوي رح أشوي حبة الباذنجان على عين الغاز. أول ما تستوي بنقعها بمي مثلجة لحتى يسهل علي تقشيرها. وأول ما تستوي الخضار بنتخلص من القشرة، رح نلاقيها بتطلع معانا بكل سهولة. وبالسكين رح نفرم الباذنجان والخضروات لفرمة ناعمة. وبهالخطوة فينا نستخدم مفرمة الخضار، لكن بالنسبة لإلي بحب أنعمها على إيدي، طعمتها بتطلع أطيب وبتنفرم معانا بكل سهولة. بنضيف البقدونس والنعناع والملح وعصير الليمون وزيت الزيتون. نخلط المكونات مع بعضها وبنوزعها بصحن التقديم. وعلى الوجه بنضيف كمية من زيت الزيتون وممكن نضيف دبس الرمان. جربوه بهالطريقة، متأكدة كتير رح يعجبكم. وبالعافية.